إيلين كنتي رح تختنقي جوا، خلينا ناخدك على شي دكتور، ما بتعرفي شو ممكن يصير. صدقيني أنا منيحة لا تخافي. شوفي وشك شو تعبان. مادلين ما فيني أعمل شي قبل ما نلاقي روشان. هالمجرم طاهر واحد مريض وممكن يقتلها بأي لحظة. ما عنا وقت نضيعه، عم تفهمي علي؟ حقك تخافي عليها، بس وحياتك رح نلاقيها، لا تاكلي هم أبدا بوعدك. يلا. هاد مو طاهر بيه؟ بلا هو. يلا افتحوا الباب بسرعة، لو سمحتوا افتحوا الباب، بعده من هون. بعد هيك انت وياه، يلا افتحوا الباب يا جماعة. وينها روشان؟ وين اخذتها؟ اهدي إيلين. يا عمر، هالمجرم بده يقول لي وين روشان؟ احكي يا حقير، وين اختي؟ شو عملت فيها؟ اهدي إيلين. هدوء. وين روشان؟ إيلين اهدي خلص. اهدي وينها؟ وينها؟ اهدي. يلا امشي. يوسف، الله يجعل مثواها الجنة. شو عملت؟ حاولت تهرب منهم قد ما بتقدر. أنا نبهت الشباب ما يخبروا عمر وأم اللول. هيك أحسن. يوسف، أنت اتصل ببورصة وخبر أمها شو صار، وأنا رايح أشوف الإجراءات، يمكن يكونوا عرفوا شي جديد. طيب أبو شريك، ولا يهمك أنت. مين قتل يوسف؟ مين هالمجرم؟ لك مين وليش قتل هالمسكينة؟ ما في ببالي غير اسم واحد، الست نادية. صار لها فترة طويلة عم تراقبها، والظاهر هديك عرفت، وإلا ما في حدا تاني ممكن يقتل عبير. إذا نادية أو أي حدا تاني اللي ارتكب هالجريمة رح أبسكه وخليه يقضي كل عمره بالحبس. طاهر دوندار تم إلقاء القبض عليه منذ قليل، ولا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي، ولكن يتوقع وجود اتهامات قوية ضده، وقد تم التنسيق بين فرع التحقيق المالي والتحقيق الجنائي لتنفيذ العملية، وسيبقى محبوسا على ذمة التحقيق. شو صار معك؟ شو ما تركت وراكن أي أدلة؟ ووقت وصل رفيق الشرطي كانت لساتها عايشة؟ إن شاء الله يطلع حكيك صح. إذا عبير قدرت تحكي شي وتخبر ياسر مين اللي قتلها أو أعطته اسمي مثلا، صدقني رح تندموا كتير. رح وقعكن معي بس أوقع. وهلأ أبعاد كم واحد من الشباب على القسم، بدي يسألوا منيح مشان نعرف شو صار بالتحقيق. بدي اياهم يسألوا وما يرجعوا من دون خبر. من شان الله اتركني، خليني واجه المجرم واحكي معه. انت بتعرفي منيح انه مستحيل يحكي لك شيء، فليش بدك تحكي معه؟ طاهر هون محبوس عندك وانت ما بدك يعني يحكي معه؟ لك هالمجرم حبسنا بالبيت مثل الفيران بالمصيدة وعم يتفرج علينا.
لازم احكي معه ضروري. بدي اعرف شو عمل باختي. مستحيل ضل قاعدة هون وروشان ما حدا بيعرف وينه. سامعني عمر؟ بدك تستني. كيف بدي استنى؟ ماني قدرانة، مو قدرانة. ما بعرف بس ما عندي حل تاني. يمكن يقتل روشان بأي لحظة طبعا إذا ما قتلها وقت أخذوها. روشان لساتها عايشة. أنا مقدر خوفك، بس نحن هلا مسكناه وما عاد يقدر يطلع. بالأول بده يدلنا على مكان روشان وبعدين رح يتحاسب على كل الجرائم اللي سواها. روشان حامل وإذا صار له شيء أنا ما فيني أتحمل. ما حيصير له شيء، طمني يا حبيبتي. شوفي جدي، ليش هيك قالب خلقتك؟ هرب معك، هرب برات البلد، وعمر اخذ الملفات بس على الفاضي. ما لحق يهرب. ما قلت لك عمر رح يمسكوا هالمرة؟ من شوي مسكوه هلا هو بالتحقيق، هيك خبروني. جدي لك لازم تكون مبسوط، وقفت لي قلبي. يا شباب ما في شغله نشعلها ونحتفل؟ قنينة شامبانيا مثلا. بس لسه بدي احتفل قدام باب الحبس لانه اليوم غير شكل. صاير شي مو منيح؟ روشان ما قدروا يلاقوها ما هيك؟ كيف؟ عمر وعدني يلاقيها، قال لي اعطيني الملفات وبرجع لك اياها. ما لقوها لهلا؟ لك هالمجرم ابي شو عمل بمرتي؟ ها؟ وين مرتي؟ سيادة المحقق لسه ما اخذنا الموافقة بالتحقيق. أنا ما جيت مشان التحقيق، في حديث تاني بيناتنا. اطلع لبرا. بس سيادة العقيد قال لي. قلت لك اطلع. انت هيك عم بتخالف القانون بهالطريقة. ما توقعت هالتصرف من واحد بحارب مشان القانون مثلك. شايف التعصيب والخوف شو ممكن يعمل؟ لسه ما شفت التعصيب. روشان وينها؟ جاوبني وينها؟ هيك بدنا نزعل من بعض. اذا ضليت هيك ما رح نتفاهم ابدا. اذا ما بدك تموت بين ايدي يا طاهر هلا احكي شو عملت بالبنت ووين اخذتها. طيب فيني سلمك روشان هلا اذا بدك. رح اتصل بالرجال تبعي ورح يتركوها هلا وما حيقتلوها. بس بظن في عندكن باب وراني صغير، بدي توصلني لهنيك وتسلمني كل الملفات اللي معك. بطلع بالطيارة وبسافر لبرا وانتو بترجع لكن روشان. شو رأيك؟ بظن الاتفاق مناسب لكل الأطراف. إذا حاولت تلمس شعرة واحدة من راسها صدقني رح يصير الوضع أسوأ. بالنسبة لمين؟ اسمع، أنا بقدر دبر راسي وين ما كنت، بس روشان لساتها بأول أمرها، لا يفكر بالموضوع. طيب أنا ما حأجبرك على شيء، بس حياة روشان متعلقة بكلمة مني. إذا بدك تطلعني هلا اتصل برجالي لأنه لسه ناطرين، بس إذا خلال ساعة ما اتصلت وقتها رح يقتلوها.
خوفيني. بدنا نريحك للأبد. اتركني اتركني، لك سكوني. شو عم تساوي؟ ناوي تخرب بيتك؟ نسيان انه في كاميرا ممكن يشتكي عليك؟ ما قدرتوا تعرفوا شيء عن روشان؟ لا عم اشتغل لحالي وما في حدا من الشباب هون. لك عم بيقلنا انه ما في معه غير ساعة واحدة والا بدهم يقتلوها، وينه ياسر؟ شو بيعرفني معه اساس طلعتوا سوا؟ وقت كنا رايحين نمسك طاهر بعثت له عبير مسج مشان يروح لعندها، ومن وقتها ما اتصل فيه. وانا بعت لي مسج انه عبير واقع بمشكلة، بس عم دق له وما عم بيرد. كثير منيح، يعطيكم الف عافية. طيب قدرتوا تراقبوا السيارة اللي اخذت روشان؟ ايه قدرنا نلحقها لحد ما فاتت على كراج كبير بنص البلد، ومثل العادة من هنيك ما عاد عرفنا عنها شيء. هلا بدنا نشوف اذا السيارة لساتها هنيك، بس انا متأكدة انه مغيرين السيارة، وبهيك كراج بفوت عليه 100 سيارة صعب تلقط سيارتهم. ام اللول، ليكي قصة حياة او موت، فهمتي؟ بدي تحاولي تجيبي صورة الشخص اللي فات لجوا وخطفها، وحاولي تقارني صورته مع كل حدا بيطلع بسيارته من الكراج وقتها. بدنا حيالله دليل مشان نعرف وين لازم ندور، والا اكيد رح نخسر وطاهر رح يربح. عمر اكيد ما رح تترك طاهر، وما عم تفكر بهيك احتمال. لو سمحتي روحي وراقبي الكاميرات، واذا عرفتي شي دغري خبريني. إيلين، روشان معنا قوية مثلك لتتحمل، وبعدين هي حامل. يا ربي دخيلك تحميها وتردها بالسلام. طمني، عرفت شي؟ للأسف لا. قعدوا شوي بدنا نحكي. لازم نعمل كل جهتنا من هون لساعة لنعرف وين روشان. بدي اياكم تساعدوني. اي طبعا. لازم نخلي طاهر يهرب. ما بيصير عمر، نسيان قديش تعذبنا لحتى قدرت تكمشوا بالاخر، وكم واحد خسرنا بحياتنا. لا اكيد في حل تاني. إلين هالزلمة واحد مريض، وبعدين كل ما قتل حدا جديد بينبسط. لو ما قدرنا نلاقيكي كنت رح تختنقي جوا، واذا ما تركناه بده يقتلها، وهيك رح يكون انتقم مني ومنك، حتى من ابنه اللي من لحمه ودمه. عم تفهمي؟ قصدك انه اكيد رح يقتلها؟ مزبوط. انا كل شيء عم لك اياه انه موقفه قوي طالما هي معه. إلين، المهم هو الحياة، والشغلة الوحيدة اللي عم تخليني اصبر لهلا انه ما قدر ياخد حدا بحبه مني، وقدرت احميكم منه. وروشان كمان مثل اختي، رح اعمل اي شيء بقدر عليه مشانها، وشو ما كانت النتيجة. واذا لقيت حالي مضطر بالاخير رح ساعد طاهر ليهرب من هون. شكرا كثير عمر. بس خلي الحكي بيناتنا، حتى قدام مادلين ما بدي تجيبوا سيرة. رح نعمل كل شيء بنقدر عليه خلال هي المهلة ونعرف وين مكانها. استنوا هون كمان شوي، لأنه بجوز نسألك شوية أسئلة إلين، وبعدين بتروحوا على البيت. ايه اكيد. اوكي تمام، شكرا كتير. خلص حجزت على شبونة يوم الأحد الصبح. منيح؟ كتير منيح. اسمعي بنتي، أنا اليوم رح أضطر روح على بيت الجبل وبدي نام هنيك، ماشي؟ وأنتي بتضبي لي أغراضي، بس ما بدي مخلوق بالدنيا يعرف. جيبي الأغراض وتعي، ماشي؟ وما بدي تخبري حدا إنه أنا قاعدة هنيك، حتى البنات. إيه حبيبتي؟ طيب خالته نادية، مثل ما بدك.
إلين، تتذكري شي الرجال اللي خدروكي انت وروشان وكيف كان شكلهم؟ كل شي صار فجأة عمر. أصلا البيت كان معتم وما كنت شايفة منيح. تذكري منيح حبيبتي، بجوز شغلة صغيرة تقدر توصلنا لمكانها. إيلين، انتي أكتر حدا بينتبه على التفاصيل وما بيضيعها. الله يوفقك، ركزي وحاولي تتذكري كيف كان شكلهم. بس لحظة، يمكن تذكرت شغلة. الزلمة كان في عجبينه محل جرح. كيف شكل الجرح؟ بظن جرح سكين أو هيك شي. كان مبلش من نص جبينه تقريبا لعند حاجبه، هيك بتذكر. سينيورينا، انت بنت فظيعة. ايه بس كيف رح نقدر نلاقي هيك شخص؟ بدنا نسأل شي حدا بيعرف، هو رح يدلنا عليه. الو عمر، انا فاتح. قدرت تلاقي روشان؟ ما لقيتها، بس في عنا دليل صغير وبجوز تقدر تساعدنا مشان نعرف وين اخذوها. قلي شو بدك تعرف، قلي. إلين قدرت تتذكر شغلة عن الشخص اللي خطف روشان، وعم تقلي انه بجبينه في مكان جرح وبيوصل لحاجبه تقريبا. عرفتوا مين؟ جرح سكين؟ محمد باشتان. محمد باشتان. محمد باشتان؟ انت متأكد؟ متأكد. وقت جرحه طاهر انا كنت هنيك، بس بيعتمد عليه كتير. طيب يسلم. عمر، لاقوا لي مرتي، بدي اياها تعيش. بدي اشوف ابني عم يولد وبعمل لك شو ما بدك. يا ريتك حكيت الحكي قبل كم يوم، بس لو عطيتنا هي الملفات من قبل ما كنا انحطينا بهالموقف كلياتنا. بدي اياكي تتفائلي حبيبتي، بدنا نلاقي روشان. من شوي لما قلت لي انه روشان كمان مثل اختك، ورغم كل شي صار ورغم كل اخطائها هي وجوزها بحقك وحقي، بتشكرك. عم بتعلم طيبة القلب منك سينيورينا. والله أنا ما فيني كون طيبة مثلكم، وبس ترجع وتحاول تطلع من البيت مرة تانية رح أربطها بإيدي. لقيت العنوان. هاتي لشوف. ممتاز. يلا ام لولو قومي خلينا نروح. فورا. تعي أصالة، خليني أخذك على مكان لترتاحي. لك وين اختفى تعي، ياسر؟ إذا صار شي أنا بخبرك. ماشي وين حبيبتي؟ راح؟ يلا تعي. أنسة فايزة، سيادة محقق بده يشوفك. خلص روحي انت، الله يعطيك العافية. مرحبا انسة فايزة. أهلين، تفضل، شو الموضوع؟ تعرفي وين كانت المدام نادية اليوم الظهر؟ عفوا، بس ليش عم تسأل؟ يا ريت تجاوبيني وبس. وين كانت الظهر؟ كنا سوا بالمكتب. بس السكرتيرة مو هيك قالت لي. قالت ما اجت غير من ساعتين لهون. طلعنا نتغدى سوا وبعدها رجعنا. لوين بالضبط؟ رحنا على الشط شوي، حبينا نتمشى وأكلنا من الساندويشات اللي حضرتهم بالبيت. طيب وهلأ لوين راحت؟ كانت تعبانة شوي وقالت بدها تطلع، بس ما قالت لي لوين رايحة. كتير منيح، لازم نشوفها ضروري. إذا شفتيها خبرية بهالشي. طيب رح خبرها. سيد ياسر، أنا حابة أطلب مساعدتك. إذا معك رقم موبايل المحققة عبير فيك تعطيني إياه؟ خير، شو بدك برقم موبايلها؟
خلص أنا بلاقي. ما فيك تلاقيه، لأن المحققة عبير توفت، قتلوها اليوم. لوين رايحة؟ رايحة ادور على اختي. يعني مناصق غير كلبشات ومسدس؟ إلين حاج تضيعي لي وقتي، روح استنيني بالمكتب. إلين عمر، ما رح انزل من السيارة، عم تسمع؟ بدي روح معك. إلين هيك رح تخليني اتلبك فيكي وما رح اعرف اشتغل. وليش لا تتلبك فيني؟ انا ما رح انزل من السيارة، انت ركز على شغلك وانساني. انا ما فيني ضل قاعدة واستناك هون. لشوف اخرتها، لشوف اخرتها التناحة معك، ماشي؟ 60 عمري اذا خفت عليكي، ماشي؟ خليكي. زبطتوا الكاميرا ما هيك؟ طمن يا بيك، زبطتها. عرفت شو هالأدلة والملفات اللي معهم؟ لهلا ما عرفنا، المدعي ما اعطاني شيء. إذا ما أعطاك خدن، بدك يعني علمك شغلك كمان؟ بدي أفهم شو في بهالملفات مع عمر، شو عطاه ابني الأجدب مشان نعرف نتصرف. أمرك يا بيك. وأكيد مستحيل يعرفوا مكان روشان، ما هيك؟ طبعا مستحيل. اتصلوا فيني من شوي من السجن. المحقق عمر سأل فاتح بيك عن واحد من رجالنا، بس ولا يهمك، نحن دغري تصرفنا مشان ما ينمسك. إذا خبصتوا هاي المرة رح خليكم تشتهوا الموت وما تلاقوه. فرع التحقيق الجنائي باسطنبول. عم ندور على محمد باشتان. معنى هون؟ مين انت وشو بتقرب له؟ انا اخوه خير، شوفي. نحن لازم نوصل لمحمد بسرعة. والله انا صار لي زمان ما شفته، في بيناتنا شوية خلافات وما عم حاكي. شو في يونس؟ شو اجا محمد؟ لكن ابرين ضبي مو شغلك. ما بعرف وينه سيدي، بعتذر منك. بسيطة، هذا الكرت تبعي، إذا عرفت عن أخوك أي شيء حكيني فورا. يلا يا شباب خلونا نمشي لأنه الزلمة ما هون. عمر، الزلمة عم يكذب، معقول ما انتبهت؟ يا شباب اسمعوني، انتوا والمحقق ماتلين على المكتب. شو عم يصير معك؟ معلش تفهمني. خلونا نروح. يلا إلين خلينا نروح من هون. ليش بعتت مادلين؟ ما حتحقق مع الزلمة؟ عمر، ما بدك ترد علي؟ فهمني شو عم تساوي؟ بعتت مادلين على القسم أصلا، لأنه ما بدي طاهر يضل هنيك لحاله. بالنسبة لهذا الكذاب أكيد ما رح نتركه. ليش ما بتاخده وبتحقق معه؟ ما عنا وقت كتير، خلينا نراقبه، يمكن ما يحكي بالتحقيق. خلينا نجرب حظنا، في احتمال يطلع ويروح لعند أخوه مشان يخبره بجيدنا. بيجوز ونحن عم نستنى يخلص الوقت ويقتلوا روشان. لسه معنا نص ساعة، بدنا نستنى ربع ساعة. إذا ما طلع من البيت من هون لوقتها بدنا نعمل مثل ما اتفقنا بالمكتب وخلي طاهر يطلع مشان يترك روشان. يا ربي دخيلك تحمي اختي وتساعدها، دخيلك يا ربي ساعدها لاختي روشان.
مو ناقصنا مصيبة جديدة. اليوم حظنا كثير حلو حبيبتي، خليكي عم تدعي لنا طول الطريق. اتركني تحرك يلا. شو بدكم تساووا فيني؟ بدنا نريحك ونريح البيت. استنى معلم رح شغل الكاميرا. لك انتو ما عندكم ضمير؟ ما عندكم اولاد وعائلة؟ انا حامل، مو حرام تقتلوني؟ الله يوفقك، اتركني روح ولا تموتني بترجاك. يعني هيك ببساطة انتو بتقتلوا الناس عادي؟ حرام عليك، اذا مو مشاني مشان ابني ما تقتلني، اتركني روح الله يخليك. ما عنا ضمير، مشان هيك ما دفناكي عايشة هنيك. بس هيك الأوامر، بدنا نصورك بالأول بعدين نقتلك، وبعدين بنرميكي بالجورة. أكتر من هيك لا تتوقعي منا. شو جاهزة الكاميرا؟ وهلأ تشاهدي على روحك. انت اعطيت الاوامر لقتل احمد دينزر وسلمى انداج لحسين دمير وطلبت منه يجيب الالماس؟ شو هالحكي؟ احمد كان مثل اخي واعز، معقول اقتله مشان شوية مصاري انا؟ شوفي حضرة المحقق، باينتك بنت ذكية ومحترمة كتير، وانا عطول بشوفك بس دايما من ورا الكواليس واقفة ورا المحقق عمر. هالشي بضيع لك تعبك ومجهودك، بيأثر على افكارك كمان. بظن بهاي القضية انت متأثرة بافكاره شوي. بدك الصراحة كثير هو خياله واسع، خايف شي يوم يدق بابي ويتهمني انا كنت سبب الحرب العالمية الثانية كمان. انت شو رأيك يا حضرة المحامي؟ هاي الاتهامات ما عليها اي دليل، وموكلي مانو مضطر يجاوب عليها. طيب مو انت طلبت يختفي حسين دمير وجبتوا حدا تاني وقتلتوه مشان تتهموا إيلين دينيزر، ولا بدك تنكر كمان؟ والله بدك ما تواخذيني، ما كنت عارف مجهزين هالتهم ضدي، يعني عن جد تفاجأت، ما عرفان شو احكي. منين جايبين لي كل هالسيناريوهات هاي؟ اجا الامر من البيك. الله يرحمك انت وابنك. روشان ارمي سلاحك، ارميه. روشان حبيبتي واقف على الحيط. ردي علي، انت منيحة؟ روشان فتحي عيونك، سامعتيني؟ انا معك. روشان شو بنتي، لإمتى بدنا نضل قاعدين هيك بهالأوضة؟ بصراحة أنا ما عم بفهم شو عم يصير، شو هالتحقيق الغريب؟ قالوا نعم.
طيب فهمت، ماشي. يا ترى بتعرف شو هو أكبر أعداء الإنسان؟ الغرور. صدقني حضرتك هي أسوأ خصلة بالبني آدم، لأنه الواحد بس يستسلم لغروره بيكون حكم على حاله بالموت. وانت أكتر حدا مغرور وأكتر حدا شايف حاله عن الناس يا طاهر دوندار، مفكر إنه ما حدا قدك وإنك كتير ذكي وكتير قوي ومستحيل يقدر حدا يوقعك معه، وفيك تعمل اللي بدك إياه بس ما حدا فيه يمنعك. العدالة والقانون والناس كلياتها تحت أمرك، ولأنه الغرور عامي على قلبك قتلت كل هالعالم. بس قد ما كنت كبير في حدا أكبر منك، وعمر أكبر منك. شو بدك تعمل هلأ؟ طارت الورقة منك. اعتبر انه هذا اخر يوم بتتنفس فيها كلب. ايه رح نبلش الاستجواب. جاي عبالك؟ انت امرت بقتل احمد دينزر وسلمى انتاج وحسين دمير نفذ. وقف هنيك. فكرت الرصاصة كانت إلي. انسي، هي أنا معك هون وعمر معنا، والمجرمين انكمشوا وما حدا رح يأذيكي هلأ. روشان خدوا هالتنين وحطوهم بالنظارة، وخذ هذا على المشفى مشان يسعفوه بسرعة، وبس يتحسن شوي خدوه على التحقيق. يلا بسرعة. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. البيبي يا الله، خايفة يكون صار له شي من البنج اللي عطوني اياه، كتير خايفة عليه. انت منيحة روشان؟ خدوها على المشفى إليني مشان تطمنوا عليها أحسن. أنا رح أرجع معهم على المكتب. حبيبتي لا تستنيني. بدك تروحي على بيتنا؟ طبعا بدي اروح لهنيك ورح نضل سوا انا وياك. قدرت توفي بوعدك ورجعت لي اختي. انا لولاك ما كنت هون. بدي تضلي تحبيني. أنا ما قلت لك بدي ارتاح؟ ليش اجيتي لهون بنتي؟ قلت عليكي، وكمان احكي لشوف. بعد ما طلعتي من الشركة اجت الشرطة وسألوا عنك. سألوا عني؟ شو بدهم؟ تتذكري ياسر رفيقهم لعمر ومدلين؟ هذا الشاب الأشقر ايه اجا وسأل عنك اليوم. خير ان شاء الله. طيب ما قال لك شو بده مني؟ كان بده يعرف وين كنتي اليوم الظهر. وانتي شو قلتي له؟ اضطريت كذب، قلت له طلعنا نتغدى وبعدين تمشينا على البحر شوي ومن هالحكي، وسألني وين راحت، قلت له ما بعرف. برافو، عملتي زينة الحل. انتي مانك متورطة بمشكلة ما هيك خالته؟ ومانك عاملة شي غلط ما هيك؟ بنتي اسمعيني منيح، احيانا الانسان لحتى يحمي عيلته بيضطر يضحي بكتير شغلات.
وصدقيني انت اغلى واهم حدا عندي بكل حياتي، لهيك بدي اياكي تساعديني. بدك تساعديني ما هيك بنتي؟ ايه طبعا، انت اعطيتيني حياة جديدة وانا مستعدة اكون معك وين ما رحتي واعمل اي شي بدك اياه. تقبري قلبي. دكتورة شو صار؟ احكي اي شي، البيبي منيح ما؟ صوت قلبه ما؟ ايه قلبه عم يدق. البيبي وضعه كتير منيح ودقات قلبه طبيعية. شوفوا يا بنات، اصابيع ايدها كمان مبينين بالصورة. انا متأكدة انه هي بنت وعم تقلكن انه عائلة دينيزل رح تجيها بنت جديدة وبدها تكون احلى بنت بيناتكم كلكم. روجان، في روح جديدة عايشة جواتك. مثل ما قلت لكم البيبي وضعه منيح، ومع هيك خلينا نعمل شوية تحاليل تانية. بدي خبر الممرضة مشان تسحب منك شوية دم. فيك تقومي هلأ. شكرا كتير إلك. إذا عن جد بنت رح سميها إيلين. عفوا، نسيانة انه انا كمان خالتها؟ ليش ما بتسميها أصالة؟ مو مهم الاسم، المهم صحتها منيحة، وبس تيجي منقرر اسمها. أنا قررت اسمها، بدي سميها إيلين. بعرف أنا كتير غلطت بحقكن، يمكن أكتر الأحيان ما كنت عم فكر بالنتيجة أبدا، بس أنتي ما تركتيني وعطول حاولتي تفرجيني وين الصح، وكنتي مستعدة تضحي بحالك مشاني. مالي عارفة أنا كيف بدي أشكرك وردلك جمايلك. ما بعرف إذا فيكي تسامحيني شي يوم، بس متأكدة إنه أنا كتير محظوظة لأنه في عندي أخت مثلك. وجودك بهاي الحياة هو أكبر سند لإلي. نحن أخوات، ولو أنت كنتي محلي متأكدة إنك رح تساوي معي أكتر من هيك. يا ريت لو فيني أكون قوية وأحميكي. تفضلي على المخبر مشان التحاليل. بس لحظة، هالصورة إلك. طالما ما بدك تسميها أصالة معناها أنا كمان ما رح فرجيكي هي الصورة. ابو محمد، بدي كاسة شاي على كيفك، بس خذ لي على غرفة التحية. ماشي؟ ماشي. راح اشربها قدام طاهر وتمزمز عليها وانا عم بشمت فيه. شو في يا جماعة؟ ملول؟ ليش عم تبكي؟ عمر، ما خبرتك لأنه كنت مشغول بروشان وما حبيت ضايقك. حتى مادلين هلا حكيت لها. عمر
عبير أعطتك عمرها. والله لا تشوفي رح تحبني أكتر من الكل. أصلا مين ما بيحب خالة مجنونة مثلي؟ طيب امسكي، بس مو ببلاش، رح تدفعي حقها. عمته ما عم ترد، موبايلها مسكر. عادي، يا نسيانته بشقرنا يا اما خلص الشحن. خلص طنشي. اليوم بدنا نحتفل لحالنا يا بنات. الكابوس خلص وطاهر دندار ما عاد يقدر يأذينا. حاسة انه ممكن يطلع بوشي بأي لحظة ويعمل شي مصيبة. لأنه نسيانة تتفائلي وتكوني مبسوطة. بدنا نروح لعندك هلا ونشرب قهوة. بس انت اللي رح تساوي القهوة. خلص تكرم عينك. ليش انتو في وحدة منكم بتعرف تساويها مثلي؟ يا بنات، مو اتفقنا انه ما نخبي على بعضنا اي شيء؟ انا حابة اخبركم شيء كتير مهم. ما بدي ضل عايشة وانا عم خبي عنكم هالموضوع. عم فكر انه اخذ هاي الصورة اللي عند فاتح على الحبس مشان يشوفها. ما حدا من اليوم ورايح يقول لي انتي المجنونة، لانه هي الجد طلعت جنة اكثر من كل شيء بتعرفوه.